السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة ال11 من كورس البايثون بتاعنا. فكنت قلت في الفيديو اللي فات إن أنا هدخل على المجموعات والمصفوفات، بس المجموعات هنحتاجها أكتر في المستوى التاني مش المستوى الأول اللي هو ده اللي احنا فيه. ده المستوى الأول، لأ احنا هنحتاجها في المستوى التاني بإذن الله. وبالنسبة للمصفوفات هي يعني ملهاش أهمية كبيرة يعني، بس قلت أدخل في الأهم اللي هو الشروط أو الكونديشنز، وبعد كده أبقى أرجع لها يعني بعد ما نخلص الشروط بإذن الله في فيديو سريع كده، ونبقى نشرحها برضو وبعدين نكمل بإذن الله. فالنهاردة بإذن الله هندخل في الكونديشنز اللي هي اف و elif. تمام، هندخل فيهم النهاردة بإذن الله. هياخدوا معانا حوالي في حدود 3 فيديوهات، يعني الفيديو ده وفيديوهين كمان. فبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طيب نركز بقى مع بعضينا كده هوت. فنعمل كده بسم الله. طيب ايه اللي انا كاتبه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يعني ايه اف اصلا من الاساس؟ يعني ايه اف يعني لو، يعني بقول للكمبيوتر لو حصل كذا اكتب كذا، لو المستخدم دخل كذا اكتب كذا. يعني بمعنى اصح، انت دلوقتي مثلا جعت، فهتعمل ايه؟ لو جعت هتعمل ايه؟ تروح تفتح التلاجة طبعا تشوف فيه ايه. طيب انت عايز تنام هتروح فين؟ هتروح السرير طبعا في الأوضة عندك. هو بالظبط انت بتدي للكمبيوتر اوامر بانه لو حصل كذا اعمل كذا. فانا دلوقتي وليكن عندي مثلا الاكس، متغير اكس ب10، عايز اقول له لو متغير اكس ده بيساوي 10 اكتب يس. طيب ما ينفعش اول حاجة ان انا اسيب هنا هو يساوي واحدة. لو سبت يساوي واحدة وجيت اعمل كده هيديني ايرور اصلا. ليه بقى؟ لان انا هنا هو اتفهم ان ده متغير وبيساوي القيمة، هو خلاص اكس بتساوي 10، هو ده اللي فهمه، مش لو اكس بتساوي 10. فاهمين حاجة؟ فانا لازم اعمل اتنين يساوي عشان اقول له الاكس قيمتها ب10، لان انا لو عملت يساوي واحدة فهتكون فاليو كي. لا هو هنا هو اللي مش هيفهم فاليو كي. هو هنا هو بتقول له ان القيمة دي بتساوي القيمة دي، يعني الفاليو دي بتساوي الفاليو دي، مش فاليو كي. تمام. فهنا هو لازم اتنين يساوي. فانا بقول له لو الاكس بتساوي 10 اطبع يس. طبعا ديت ليها علاقة بالبولين، او اطبع ترو مثلا. فدي ليها علاقة بالبولين اللي احنا كنا شرحناه في الفيديو اللي فات. فالمفروض ان انا لما اعمل رن زي ما انتم شايفين كتب لي يس زي ما انتم شايفين. طيب لو غيرت الاكس ديت وخليت القيمة بتاعتها ب9 وليكن، وجيت اعمل ران تاني، بصوا ما كتبليش حاجة. ما كتبليش حاجة ليه؟ لانه لقى الشرط مش موجود. انا قلت له لو الاكس ب10 اطبع يس. طب هو الاكس ب9 هيطبع ايه؟ مش هيطبع حاجة. لو انا عايزه بقى يطبع حاجة هقول لكم ازاي دلوقتي، بس شوية كده ان هو اخليه يطبع حاجة. تمام. بحاجة اسمها else. احنا هناخد النهاردة if و elif و else. تمام. else ديت يعني شوية كده هنحتاج لها بإذن الله. طيب فنخلي الموضوع يكبر شويتين، وهنعملها في صورة input و output، يعني اللي هو ايه، المستخدم دخل كذا وكأنها حاجة زي ريجستر كده. هو مش ريجستر قوي، ولان احنا لسه هنعمل مشروع عملي اللي هو الريجستر دوت في الفيديوهات الجايه باذن الله، ممكن الفيديو جاي كده اهو باذن الله. فتمام. فانا دلوقتي عشان نكون فاهمين اكتر، خلاص انا مش عايز دول خلاص عشان نفهم بشكل اكبر. تمام. طيب فبسم الله الرحمن الرحيم. لو كتبنا مثلا دلوقتي، لو جينا عملنا يوزر نيم بالشكل دوت وقلت يساوي، وعملنا انبوت عادي جدا، طبعا احنا خلاص يعني قلنا الانبوت لما خلاص يعني فانتر. طيب فده كده هو الانبوت. فاحنا ممكن نيجي نعمل اف بالشكل دوت. اف اقول له مثلا اف اليوزر نيم ده لو بيساوي، ولازم اتنين يساوي، لو بيساوي مثلا احمد، ولازم في الاخر اروح اعمل كده اهو. لازم اجي في السطر التالت
ويكون في فرق حوالي 4 كلمات، واروح جاي كاتب برنت. طبعا عشان اعمل المسافة دي بقى بضغط تاب او اضغط 4 مرات على سبيس عادي. بس اهم حاجة لازم كده عشان يفهم ان البرنت دي تحت الاف بالظبط. طبعا احنا عارفين ان بايثون حساس جدا للمسافات. طب فانا دلوقتي بالشكل دوت كده هوت. لو جيت كتبت دلوقتي احمد بالشكل دوت وعملت انتر، زي ما انتم شايفين كتب لي اللو. طب انا لو عملت رن كتبت مثلا اي اسم تاني مثلا علي، ما كتبليش حاجه ليه؟ لانه ما لقاش الشرط متحقق. ما دام ما لقاش الشرط متحقق مش هينزل على الاسطر اللي تحتيه. لكن لو لقى الشرط متحقق هينزل على الاسطر اللي تحتيه وينفذ الاوامر اللي فيها. تمام. طيب لو انا دلوقتي انا عايزه لو دخل علي يكتب لي حاجه تانية. طيب هاجي بقى في السطر اللي تحتيه من اوله هكتب له الف بالشكل دوت. لو اليوزر نيم بيساوي مثلا وليكن علي بالشكل دوت، ولازم في الاخر نقطتين هقول له مثلا برنت بالشكل ده. طيب لو عملت ران دلوقتي وكتبت احمد هيكتب لي هلو بالشكل دوت، كتب لي هلو. طب لو عملت ران تاني وكتبت علي بالشكل ده قال لي ويلكم زي ما انتوا شايفين. طب لو كتبت برضو اسم تالت خالص وليكن مثلا يوسف مثلا وليكن، ما كتبليش حاجة. طيب طبعا اقدر اعمل بقى اكتر من الف. تمام. اقدر اجي يعني اقدر ان انا هنا انسخ كل ده تاني، اعمل له كوبي واروح جاي من اول السطر عامله تاني ومغير مثلا الاسم ومغير البرنت وهيشتغل عادي واعمل اكتر من واحد. طيب لو الشرطين دول في حاجة بقى اسمها else، اللي هو ديت هو لازم اف واحدة الاول، بس لازم اف واحدة وإلس واحدة اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي. لكن إلف أقدر أكتب منها كتير عادي جدا. لو عايزه بقى يكتب حاجة تانية، يعني مثلا واحد دلوقتي كتب اسم تاني غير أحمد وعلي، طبيعي إن هو مش هيكتب له حاجة. لا أنا عايز يكتب له بقى إن الاسم ده مش موجود أو كده، فأنا بستخدم إلس بالشكل دوت وهقول له برنت مثلا وليكن مثلا invalid user name مثلا. فأنا المفروض إن أنا لو عملت رن بالشكل دوت، طبعا لو كتبت احمد هيجيب لي هلو، لو كتبت علي هيجيب لي ويلكم. طب هكتب يوسف دلوقتي، هكتب يوسف دلوقتي تاني، زي ما انتم شايفين كتب لي invalid user name ان اليوزر نيم دوت مش موجود. تمام. فلازم اف واحدة و else واحدة، لكن الاف اقدر اكتب منها كتير عادي جدا. اخد بالي بس ان else بتشتغل برضو الاخر اف عشان ممكن يكون في اكتر من اف. يعني انا ممكن اكتب دلوقتي اكتر من اف. تمام. فإلس بتشتغل على آخر اف موجودة فوقيها، آخر اف موجودة فوقيها. عشان أنا ممكن أكتب شروط كتيرة جدا، ممكن أكتب اف كتير عادي برضو. بس الاف يعني أنا باجي بقى تاني واكتب اف مثلا. يعني أنا لو دلوقتي هكتب اف تحتيها ممكن أجي أكتب اف تحتيها هنا هو تروح كاتب شرط جديد. لا إلس هتشتغل على آخر اف ديت، ملهاش دعوة باف ديت. طب عشان أنظمها بشكل أكتر شويتين، ان اف هي اف واحدة تحتيها الاف كتير عادي، تحتيها else واحدة. تمام تمام. طب انا لو كتبت اف جديدة يبقى هو ملوش دعوة بالاف القديمة، يعني الاف والس ديت مش هتشتغل على اف القديمة اللي هي دي، هتشتغل على اف الجديدة. تمام. يعني باختصار else بتشتغل على اف واحدة، والف برضو بتشتغل على الاف اللي فوقيها. يعني else والف بيشتغلوا على الاف اللي فوقيها. فبس انا هقف هنا هو باذن الله. الفيديو الجاي باذن الله هنشوف النستد اف، وبرضو ممكن نبدا في مشروع صغير او الفيديو اللي بعديه على حسب. هقول لكم الفيديو الجاي باذن الله يعني هيبقى مشروع لوجن وريجستر باذن الله. فبس شوفكم الفيديو الجاي في الحلقه ال 12. سلام.